ايه رأيك لو قلت لك ان 90% من الناس مش بيعرفوا يختاروا المجال اللي يكملوا فيه؟ مش عشان المجال صعب، ولكن عشان هم مش فاهمين نفسهم. كام مرة قعدت قدام الموبايل او الكمبيوتر وقلت انا عايز اتعلم حاجة جديدة، بس ايه هي؟ مثلا التصميم، البرمجة، المونتاج او التجارة الإلكترونية، وفي الاخر بتقفل الكمبيوتر وبتقوم من غير ما تعمل اي حاجة ولا بتعلم اي حاجة. النهاردة هقول لك ازاي تختار المجال اللي يناسبك ويكون بداية حقيقية لمستقبلك. بس ثانية واحدة، انت فاكر ان المشكلة في المجال؟ لا، المشكلة الحقيقية أكبر من كده بكتير. المشكلة مش في إنك مش عارف المجال، المشكلة في إنك مش عارف نفسك كويس. وأكتر حاجة بتضيعك إنك أنت بتشوف نجاحات غيرك وبتحاول تقلدهم من غير ما تبص أنت مين أو إيه اللي يناسبك. طيب لو أنا سألتك دلوقتي إيه الحاجة اللي ممكن تعملها طول اليوم من غير ما تزهق، هتعرف تجاوب؟ قبل ما تختار المجال لازم تسأل نفسك 3 أسئلة. الأولى، إيه الحاجة اللي أنت ممكن تعملها من غير مقابل مادي؟ تاني سؤال، إيه المهارة اللي أنت عملتها قبل كده وحسيت إن أنت مستمتع بيها؟ تالت سؤال، إيه المشكلة اللي في حياتك نفسك تحلها أو موجودة في حياة الناس وأنت شايفها وأنت عايز تحلها؟ أهم حاجة تجاوب بصراحة. أول ما هتجاوب هتلاقي مجالات كتيرة بتلمع قدامك. بتحب مجال معين؟ حلو، ولكن لو السوق مش محتاجه حبك مش هياكلك عيش. ففي حاجات لازم تدور عليها قبل ما أنت تخش في المجال. تمام؟ مش اي مجال انا بحبه هخش فيه وخلاص، لا، انا لازم اشوف المجالات اللي شغاله الايام ديت واللي السوق محتاجها عشان خاطر ما ادوسش والبس اسود. طيب تدور ازاي بقى يا معلم؟ هتخش على مواقع فريلانس وتشوف ايه اكتر المجالات المطلوبه وتبدا تتعلم المجال اللي انت حابه في المجالات المطلوبه. او يعمل فيسبوك، ممكن تخش على اي جروب، مثلا انت بتحب المونتاج فهتخش على جروب تبع المونتاج وتشوف فيه لو في ناس طالبه شغل كتير خش اتعلم. او تسال الناس بقى اللي شغاله في المجال نفسه، تسالهم هل مستقبل المجال ده ايه، الدنيا ماشيه ازاي فيه، وهكذا. بدل ما تفضل شهور تفكر، ايه رايك تجرب وتعرف بنفسك؟ طب ازاي بقى يا معلم؟ هتجرب المجال اللي انت اخترته من اسبوعين لشهر. مثلا لو بتفكر تتعلم المونتاج فنزل برنامج بسيط واعمل فيديو وافضل جرب عليه وشوف احساسك ايه وانت بتشتغل. لو لقيت الوقت بيعدي بسرعة او انت مش حاسس بالوقت فغالبا المجال ده بتاعك. تفتكر بقى لو انت غيرت مجالك بعد كده هل ده معناه انك فاشل؟ ده بقى اللي احنا قلناه الفيديو اللي فات. ده معناه انك انت قربت للصح. زي ما قلت لك، كل ما بتقفل باب فانت بتقرب للباب الصح. وعموما التغيير ده طبيعي، مفيش قانون بيقولك انت لو غيرت مجالك يبقى انت كده فاشل. طيب لو انت بقى بتخاف من التجربة، احب اقولك ان الخوف مش بيحميك، الخوف بيحبسك. ناس كتير وانا كنت منهم او انا اولهم كنت بخاف من التجربة. كنت بحس ان انا لازم اول حاجة اختارها تبقى هي الحاجة الصح. الحقيقة معرفتش ايه الصح غير لما جربت. الخوف بيوقفك والتجربة بتعلمك. عموما انا لسه قايل دلوقتي ان انا كنت لسه في نفس حيرتك دي ما بكملتش كام شهر يعني. شفت ناس بتكسب من التصميم وشفت ناس بتكسب من البرمجه وفي شفت ناس بتكسب من المونتاج. ودخلت في التصميم وبعد فتره كبيره عرفت ان انا ما بحبش التصميم وعرفت ان انا بحب المونتاج اكتر. فانا لما كنتش جربت التصميم ما كنتش عارف ان انا بحب المونتاج. ما هو انا كنت بحب التصميم وفي نفس الوقت بحب صناعه المحتوى. فكنت بعمل التصميم، كنت بتعلم التصميم وبعمل له محتوى. فلما كنت بعمل محتوى كنت بعمل مونتاج. فلقيت نفسي ان انا بحب المونتاج اكتر من التصميم. فقلت خلاص بقى انا هتجه للمونتاج. عايز تختصر كل اللي فات ده في كام خطوه واضحه. اول حاجه تعملها تجاوب على اسئله معرفه نفسك. لازم تجاوب على الاسئله دي وتعرف انت عايز ايه بالظبط وتعرف نفسك عايز ايه بالظبط. وطبعا قبل ما تختار المجال لازم تعمل بحث عن السوق والفرص. ثالث حاجه هتعملها انك تجرب المجال اللي انت اخترته من اسبوعين لشهر. رابع حاجة هتعملها انك انت هتقرر وتشوف اذا كنت هتكمل ولا لا. لو هتطلع بحاجة واحدة بس من الفيديو ده فخليك فاكر الجملة دي: المجال مش هو اللي بيعملك، انت اللي بتعمل المجال. جرب اتعلم، طور من نفسك، وافتكر دايما ان البداية مش لازم تكون مثالية، المهم انك تبدأ. ولو استفدت حاجة من الفيديو ده اشترك في القناة. سلام عليكم.